السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا جاية دلوقتي اوريكم الزيت اللي هي بواقي الآلية والكلام ده، وبتقول اللي بيعدي يقول لك الكيلو ب17 ولا ب20 جنيه في اماكن اخرى. فشفت في قناة كده بس مش مصرية، يعني حد مش مصري بيعمل تدوير من اول وجديد، فانا قلت اعمله معاكم ونشوفه هيعمل ايه. هنشوفه صحيح هيرجع زي الاول ولا ايه. يبقى كده احنا عارفين ان اللي بياخدوه بيشتروه دوت، يبقى هما بيعملوه كده وبيرجعوه تاني ويبيعوه ثاني ازايز وبيرشوا الناس يعني. فقلت اعمله معاكم دلوقتي ونشوفه هيرجع زي الاول ولا لا. انا معايا دلوقتي كيلو، هو كيلو كان عندي اهوت من الزيت دوت، اللي هو استخدمته كتير وكذا حاجة على حاجة، مش حاجة واحدة بس. يعني آلية سمك، آلية بانيه، آلية بطاطس، أي آلية بقى. حوشته كده كيلو أهو، وصفيته من الشوائب اللي كانت فاضية والرواسب. صفيته بمصفى سلك كده. وده كيلو. الكيلو عليه ايه بقى؟ نص كيلو اللي هو المكون اللي بيخليه يرجع تاني. بيقولوا انا هجربه معاكم ونشوف هيبقى فعلا صحيح كده ولا لا. نص كوباية نشا، يبقى على الكيلو نص كوباية نشا. ال2 كيلو عليهم كوباية نشا. هنحط عليهم مية عادية من الحنفية خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف حقيقي برضو كده ولا ايه. لو كان حقيقي فعلا يبقى حرام علينا نبيعه، يبقى هما بيرجعوه تاني يبيعوه للناس. بيبقى طبعا اتقلى فيه كتير وما تعرفيش مين ده نضيف ولا مش نضيف، ولا مين اللي باع ولا مين اللي اشترى. او ناس كتير الناس بتعك كتير وبتبيع بقى، بيقلوا فيه اي حاجه ما تعرفيش نضيف مش نضيف، وبيرجعوا تاني يعملوه ويعبوا في الازاز ويبيعوه لنا غالي بقى. كانت الازازه ب45 بتاعه التموين كيلو الا ربع، والنضيفه شويه ب65. فانا قلت لو هو فعلا كده انا اعمله وارجع اقلي بيه، بس ما استعملوش في اكل ولا اي حاجه. يبقى للقليه فقط بس، ويبقى مره ولا اتنين وخلاص ونرميه، ولا نبيعه ولا نركنه ولا نعيد تدويره تاني، او يغطي شويه من الغلا اللي احنا فيه. والناس بتاخده منهم يحطوه للاكل ويحطوه يطبخوا بيه ويعملوا بيه، وبيبقى طبعا ده غلط للاكل والكلام ده. اما لو انت هتقلي بيه مره ولا اتنين، حاجه انت عاملاها بايدك ونضيفه وعارفه انت استعملتيها كام مره، ما استعملتهاش كتير. انا كده هقلبه وهحطه على الزيت وهنرفعه على النار واوريكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا يا حبيبي. انا هنا حطيت عليه، قلبت النشا وحطيته في قلب الزيت وهرفعته على النار وبقلب فيه. افضل اقلب فيه عشان هو على طول ما بيستحملش، عشان ده زيت حرارته بتبقى عالية عن اي حاجة، عن المية وكله. عشان هو اول ما حطيته على طول وما فيش دقيقتين هو جمع كده، عمل تكتلات كده. فانا هفضل اقلب فيه كده لغاية ما اشوفه هيوصل لدرجة ايه. هفضل اقلب كده واشوف لغاية ما يبقى عامل زي الكتل كده كلها، ولم الشوائب كلها من الزيت. هنشوف الدرجة هتفضل لغاية ايه، هسيبه لدرجة ايه، يتكون ازاي ولدرجة ايه، وهوريهولكوا برضو وانتوا معايا خطوة بخطوة كده. بحب اعرفكم كل حاجة انا شفتها وعملتها عشان نبقى مع بعض في اي حاجة جديدة وتخص البيت. انا هفضل اقلب كده لغاية ما اشوف على نار هادية، طبعا مش بنعلي النار عشان يبقى براحته، عشان يمتص براحته يعني. هفضل اقلب كده لغايه ما اشوف هيوصل لغايه ايه، وهقول لكم واوريكم برضه، اقول لكم هو عمل ازاي وبقى ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما وريته لكم لقيته بيفور كده غلي غلوتين، وانا رحت بعدها عن النار كده وسبته يهدى شويه ورجعته تاني. قلت اقلبه تقلبتين بعد ما سبتكم على طول، فور كده زي السمنه البلدي كده. قلت اما ارجعه تاني وكده هطفي عليه عشان هو ما يتحرقش. انا عشان هما لما جابوه ما جابوليش الوصفه بالظبط. هو دوبك حطه على النار وقام جايبه موريه لنا وهو بيصفيه. فتقريبا هو بيحط له حاجه تانية بس ما ورونيش. انا شايفاه ان هو زي يعني ما قلش حاجه عن لونه يعني. هنشوفه مع بعض لما يهدى. انا هطفي عليه دلوقتي عشان ما يتحرقش. انا طفيت عليه كده، هسيبه يهدى ونصفيه مع بعض ونوريكم النشا بقى عامل ازاي. هسيبه كده يهدى على النار عشان الرغاوي دي تروح، ونشوف اللون بتاعه هيبقى ايه.
حقيقي زي ما شفته هو كان وريهولي صافي خالص، ما اعرفش. بس هو وهو في الفيديو بتاعه بيقول انا قليت فيه مرتين ثلاثه، يعني مرتين ثلاثه ده يبقى نضيف. اما احنا بنقلي لما نطلع عينه بيبقى فيه رواسب وفيه دقيق وفيه مش عارفه ايه، فده بيتحرق فيه بيسوده. لكن هو كان تقريبا كان شكله زي ما هو، فلونه زي ما هو. فاحنا هنشوف هنا اللون هيبقى اهدى ولا يعمل ايه، ولا ينفع نقلي بيه تاني ولا ما ينفعش. خليكم معايا، انا بشوف حاجه بحب اوريها لكم عشان نبقى مع بعض خطوه خطوه كده في اي حاجه تخصنا وتخص البيت وتخص المعيشه والظروف اللي احنا فيها اللي بنمر فيها كلنا. فبنقول اي حاجه احنا اولى بيها لان الدنيا صعبه اليومين دول. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، هو هنا هدي شويه وانا لسه طافيه عليه قدامكم ما فيش 5 دقايق، فلقيت الرغاوي هدي شويه قلت اصفيه قدامكم برضو. هو لسه دافي وهو لسه سخن، هو سخن مش دافي، سخن يعني سخن سخن يعني هو سخن. شوفوا بتاع النشا عامل ازاي اهو، عامل تكتلات اهي. انا كده صفيته خالص اهو، ده بواقي النشا اهو. نشوف احنا لونه بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هيقلي لونه مش ما فتحش قوي يعني اهو. لا انا شايفاه يعني ما فتحش قوي، ما ينفعش نقلي بيه حتى. شم ريحته كده، لا ريحته مش حلوه، ما ينفعش. ما اعرفش هو كان حاطط عليه ماده تانية بس ما وريناش، حط قدامي زي ما وريتكم كده النشا. وبعدها بس هو قال لك انا قالي في مره مرتين ثلاثه، بس هو كان نظيف مش زي بتاعنا احنا مليان بلاوي يعني. اللي عايز يجربه في قليه تاني يجرب، بس انا ما برجحش نقول لان هو يعني طلع عينه في القليه معانا يعني بعد ما بيتحرق خالص بنشيله. فما ينفعش عشان ما يحصلش اي حاجه تانية ولا يبقى فيها مواد خطر علينا ولا حاجه، لا ما رجحهوش يعني. الكلام ده لو هو نضيف مثلا وقال لنا فيه مرتين او ثلاثه، هو نضيف مطرح بطاطس مثلا، مش مطرح سمك، مطرح بانيه بيبقى محروق، مطرح كبده، مطرح كده. الحاجات دي فيها مواد دقيق بتتحرق ومواد رده بتتحرق، كل ده بيحرق في الزيت فما ينفعش. لكن لو هو نضيف مكان بطاطس ولا حاجه وقال لنا فيه مرتين ثلاثه وحبينا نعيد تدوير ننضفه شويه بيبقى نضيف، هو ما بيبقاش حاجه. فهو كده لا ما ينفعش. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده. يا رب ما يجيب شر ولا حاجه وحشه لحد ابدا، يبقى عام سعيد علينا جميعا يا رب وعلى امه المسلمين جميعا. وبحبكم في الله وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.